وانطلق من الخلف للامام عبد الحليم علي، ولكن ما لحقهاش. ياخدها تاني ناحيه الشمال طارق السيد ومعدي، وهيلعب كره عرضيه، ولعب كره ارضيه انما جت في ايده حسب هاند بول. ادي الكره العرضيه اهي. المباراه دوليه ليه، لعب 10 مباريات حتى الان جاب فيهم 10 اهداف. ادي الكره البينيه تانية لاحمد بلال، ويطلع من جوله ولسه مع بلال وخطره يا معديه على خط المرمى، مش ممكن. 10 من بدايه المباراه، انما الكره العرضيه ملعوبه حلوه قوي ومعديه من احمد بلال، هو قصده يحطها في الجول ولكن عدت امام المرمى وكان مكمل. عمرو الدسوقي ابن بورسعيد والنادي المصري، وادي لعبه تاني وشوطه حلوه يا اخطر شوطه. ثبتوا مستواهم، ومستواه كان تقريبا شبه ثابت طوال فترات العام الماضي. وادي هجمه ناحيه اليمين وانطلاقه من عبد الحليم، لسه عبد الحليم ويبص على بلال وطمع فيها. لا، ما دي ما تتلعبش كده خالص. كان دلوقتي بيلعب فيه احمد حسن، وادي هذه خشبه والكره البينيه حلوه واحمد بلال وجول. الهدف الاول لمنتخب مصر، الهدف الاول لمنتخب مصر. كره حلوه قطع فيها بلال حلوه قوي وخد مكانه وضرب بص احمد بلال. بقول لحضراتكم قبل هذا، شفتوا حضراتكم ضرب مسات التسلل ازاي بلال؟ حلوه قوي بلال، وحطها جميله بذكاء شديد جدا من جنب ايد الحارس موسى اهو. شوفوا حضراتكم بلال اتطوع ناحيه اليمين شويه، خلاه جه معاه وفتح له بينيه وتتخطف وتتلعب اماميه ومفيش اوفسايد. احمد حسن، انطلاقه من احمد حسن، اتفتح دفاع في منتخب رواندا. احمد حسن وعايز يرقص، انما كان يلعبها عرضيه على طول، ما كان بني بينيه لحازم، والترقيصه والتمريره البينيه الجميله لاحمد حسن. حلو قوي لاحمد حسن في اليمين والعرضيه وعايز ياخدها احمد بلال على طول في المرمى، ولكن حلو قوي عرضيه. الفرق اللي فات هذه خشبه في نص الملعب، تتقطع من هذه خشبه وتروح تاني الى كريم حموزه، لكن يخطف احمد حسن ويلعبها عرضيه حازم امام وخطره يا فرصه كبيره بتضيع، مش ممكن لا تضيع الفرصه دي. بصوا حضراتكم احمد حسن اما بينطلق، انطلاقاته النهارده مثمره جدا ناحيه اليمين، وعداها حلوه قوي حازم امام للي جايه من ورا، وشوطه تطلع بره للي جاي له من ورا عبد الحليم علي، وتاني جوه المنطقه وخطره، لكن يطلع بشير التبعي بيه ويطلعها تاني دفاع منتخب مصر. والهجمه المرتده لاحمد بلال. احمد بلال جسمه خف كده، احمد بلال عن بدايه الموسم ابتدى يبقى انشط وحلو قوي وبينيه وجول وتامر والهدف الثاني. الله 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 على اللعبه اللي فاتت دي، حلوه قوي من احمد بلال، حلوه قوي من احمد بلال، حطها لتامر عبد الحميد حكايه. المره دي هو ولا صنع الهدف، يعني المره اللي فاتت جاب الجول وانطلق وعمل نفس الانطلاقه ديت، المره دي هو اللي صلح الكوره لتامر عبد الحميد. تامر بقى بذكاء شديد جدا رقص الجول، ما كانش ينفع يعمل زي بلال ويحط الكره على طول في المرمى، لان قفل عليه الحارس الزاويه. بصوا حضراتكم قفل عليه خلاص، ما كانش يقدر الا انه رقص ترقيصه حلوه قوي. حارس قام بدور الهداف وانطلق من الخلف للامام في المساحه الفاضيه ونجح في انه يستلم. وادي الضربه الركنيه وتتلعب ضربه راس على طول شراكته مع منتخب مصر. وادي شوطه وتطلع بره، شوطه وتامر عبد الحميد. هنشوف بلال هو اللي هيشوط شكله كده، عدى بلال وشوطه من بشير التبعي ولكن في ايد الحارس موسى. حازم امام جري له ناحيه اليمين، احمد حسن بيبص على احمد حسن لكن لقى السكه اتقفلت عليه واداها له حلو قوي في وقت مناسب. وادي العرضيه، مش ممكن الكره ديت يا عبد الحليم يا علي. شوفوا حضراتكم حازم امام لم دفاع رواندا عليه ازاي، فتح السكه لاحمد حسن وحطها في اليمين لاحمد حسن، وحازم امام دلوقتي على طول جوه منطقه الجزاء او على حدود منطقه الجزاء. وادي كره بينيه وخطره وتطلع ضربه ركنيه. فرصه اكيده بتضيع في اللعبه اللي فاتت دي، فرصه اكيده بتضيع من ديزيري. هو مشاهدي قناه النيل للرياضه، ولا زال التقدم لمنتخب مصر 2-0 بهدفي بلال حلوه من بشير، حلوه من بشير التبعي. بقول لحضراتكم دايما بشير التبعي مميز في التسديد من بره المنطقه، وكنت لسه بفكر حضراتكم
بالجول التاريخي اللي جابه في مرمى مدغشقر. كانت مباراه رسميه زي الصاروخ. بصوا حضراتكم منين، حوالي 40 ياردة او 35 ياردة، وشوطه زي الصاروخ غيرت اتجاهها في السكه وخدعت حارس المرمى موسى. شوفوا حضراتكم عدل من نص الملعب يا دوب اهو، ومن 35 ياردة زي الصاروخ ويحطها جميله جدا. والشوطه لا والله ما غيرتش اتجاهها من لاعب تاني. كرة عرضية أحمد حسن ويحطها أحمد، عرضية بيزقوه بيبقى فيه دفعة. وآدي صفارة. بسم الله الرحمن الرحيم. مرة أخرى أعزائي مشاهدي قناة النيل للرياضة مع أحداث الشوط الثاني لمباراة كرة القدم الودية بين منتخبي مصر ورواندا المقامة في استاد المصري ببورسعيد. كانت نتيجة أحداث الشوط الأول تقدم منتخب مصر 3-0 بالأهداف اللي جابها أحمد بلال وتامر عبد الحميد وبشير التبعي في الدقائق 16 و26 و39 من أحداث الشوط الأول. مع أول توقف اللي بتلعب في الشوط الثاني طارق السيد رجعها ورا على طول لتامر عبد الحميد، حطها على طول ناحيه اليمين لاحمد حسن النشيط جدا كان في الشوط الاولاني، وتتلعب عرضيه واحمد بلال يا فرصه كبيره جدا بتضيع من احمد بلال. خدها واستلم اكتر من كره عرضيه في الشوط الاولاني. وادي لعبه تاني لبلال وجوه المنطقه، لا لسه احمد بلال وفرصه هدف رابع بتضيع للمره الثانيه. ووصلت الكره تاني لطارق السيد اللي كمل وفتحت قدامه زاويه التسديد وينقذ حازم ويشوطها، عايز يحطها في الزاويه البعيده ولكن تطلع بره قوي. بيعتذر هو حازم، قطع قفلوا الخطوط بتاعتهم شويه في الشوط الثاني الحقيقه فريق رواندا. ودي هجمه ثاني لمنتخب مصر وحلوه ضربه ركنيه حلوه قوي من حازم امام من ناحيه اليمين. الشوط الاولاني بصفه خاصه بشير التبعي، عماد النحاس، عماد النحاس يلعبها اماميه، مفيش اوفسايد مفيش اوفسايد، ومعدي من ناحيه اليمين احمد حسن وحلوه حلوه حلوه حلوه. يا على حلاوه الجول ده، يا على حلاوه الجول ده يا احمد يا حسن. 13 من الشوط الثاني ادي اهو احمد حسن ومكمل ومن زاويه ضيقه جدا حط كوره حلوه قوي احمد حسن نجم نادي بشكتاش التركي. اهو احمد حسن تاني وعدى وسبق الياس وشاط شوطه جميله جدا من زاويه حلوه قوي. اهو معدي اي حد يتوقع ان يلعب كره عرضيه، لكن شوفوا حضراتكم حفت في العارضه. ادي حازم امام اهو، عبد الحليم علي، عبد الحليم علي وضعيفه يا عبد الحليم، ضعيفه يا عبد الحليم يا علي. حسن وتاني يتلعب بينيه حلوه قوي ويا فرصه كبيره برضو تاني لعبد الحليم علي. عماد النحاس وممكن انفراد، ممكن انفراد يا فرصة كبيرة تانية بتضيع من طارق السعيد. في عصر محسن صالح الفوز الكبير على موريشيوس هنا في بورسعيد اللي انتهت بفوز مصر 4-0. وادي تانية ضرب المساد التسلل واحمد حسن برضو، احمد حسن والهدف الرابع، احمد حسن والهدف الرابع على منتخب مصر. يا على الحلاوة، يا على الحلاوة. احمد حسن نجم المباراة الاول النهاردة، نجم المباراة الاول مفيش كلام. احمد حسن بيجيب الهدف الخامس لمنتخب مصر والهدف الثاني ليه والهدف رقم 14 ليه في دور جنوب افريقيا الودية يوم 13 نوفمبر سنة 95. وحتى هذا اللقاء رقم طارق السعيد هيلعبها برجله الشمال عشان تبقى جوه المنطقه، لفه باتجاه المرمى وفعلا باتجاه، وهجمه مرتده لمنتخب مصر. والمتالق النهارده احمد حسن، والمتالق احمد حسن وكان عايز يشوطها في الجول. هو سيدو جيان وبيرقص يحطه جول، وفرصه كبيره بتضيع من رواندا، فرصه كبيره بتضيع من رواندا. اقول لحضراتكم ابتدى ينشط في الدقائق اللي فاتت واستغل كده حاله الاسترخاء النسبي اللي لعبه منتخب مصر بقالنا حوالي 5 دقائق. وتاني شوطه والهدف الاول لرواندا. بقول لحضراتكم لسه بقول حالا وتسديده قويه على يسار نادر السيد. الهدف الاول لرواندا. رواندا في تصنيف المنتخبات في الفيفا تحتل المركز رقم 119. هاتوا خدوا تروح لطارق تاني واماميه
اماميه وهو جول ويطلع قبل بلال. كوره من ضربه ركنيه تتلعب جوه المنطقه وشوطه تانية، شوطه بشماله اتزحلق، يلعبها على العرضه القريبه ويطلع تاني نادر السيد. تالت ركنيه طارق السعيد، وتاني هجمه لجيان، جيان وشوطه حلوه، يا شوطه حلوه مش ممكن. هجوم هجوم من المنتخب الرواندي وتراجع كبير جدا لمنتخب مصر. ادي الكرة اهي اللي اتشاطت، شوفوا حضراتكم ردت منين، شوفوا ردت منين، من العارضة واحد. وادي هجمة تاني، هجمة تاني وثلاث دقايق وقت ضايع، يا هجمة من احمد حسن في اليمين، هو انه يشوط. اهو ده احمد حسن، اهو احمد حسن، والمرة دي حطها بس طولت. تاني في اليمين حامد، يطلع عمرو فايم وكرة عرضية، مفيش حد مكمل، وصفارة عصام عبد